انا عملت غلطه على مدار الخمس سنين دول، وفي اقل من دقيقه ونص بس هعلمك ازاي تتجنبها. في 2019 اللي بدا فيها نص رحلتي الرياضيه حرفيا، زي اي شاب بيحب الكوره واخده جزء كبير جدا من اهتمامه. للاسف كل ده مع الوقت قل واهتمامي اتجه للجيم وللتغذيه بس. جسمي فقد مرونته القديمه وسرعته القديمه وحتى قدره تحمله القديمه. عرفت ساعتها ان انا ماشي في سكه غلط، وكان لازم احل مشكلتي وابدا بالثلاث جوانب دول. الناس اللي شغاله في اعمال الزراعه والبشر القدام عموما ما كانوش محتاجين يروحوا الجيم، عشان كده عضلاتهم شغاله في اعمالهم الشاقه، وده بدوره هيخلينا احنا دولا عنهم لازم ننزل الجيم. ودي رياضه هتعتبرها بتشكل شكل جسمك، وارجوك حط تحت شكل دي 1000 خط. تاني جانب هو ان انا ادمج رياضه جنب الجيم بتخلي عضلاتي دي وظيفيه وبتشتغل لفترات طويله بدون ما تتعب. وهنا في حالتي انا اخترت الملاكمه، اتعلمت في الاول الاساسيات مع كابتن وكملت رحلتي لوحدي. والجانب ده بالاضافه للجانب الاولاني ده اللي بيشكل صحه الجسم والقلب. اما الجانب الثالث والاخير هو اهتمامي بالتغذيه والناس اسمع لجسمي، سواء من احتياجه اليومي او من الريكفري، لان جسمك بدون تغذيه مظبوطه صدقني مضيع تطورات كبيره جدا. وارجوك ما تقلقش، طالما عندك خلفيه عن السعرات اللي بتدخلها في يومك وبتاكل بروتين في كل وجبه، انت كده ماشي مظبوط.